مجموعه ديال الاعتقالات اللي كاينه في صفوف الطلبه، في صفوف معطلين وفي صفوف خاصه اخر حلقه من حلقات هذا الاعتقال كانت بمناسبه المسيره ديال 6 ابريل، واللي كان ضحيتها مجموعه ديال الشباب ديال التنسيقيه ديال الدار البيضاء في المسيره اللي دعت لها النقابات الثلاث. كنعتبر بان فيها تجاوزات كتبين في واقع الامر ان السلطويه مازال متحكمه، انه ما كايناش رغبه من طرف الدوله تحقيق انتقال حقيقي، وانه سلوك اللي مناقض تماما للتصريحات الرسميه والالتزامات، خاصه الالتزام الاخير ديال المغرب امام مجلس حقوق الانسان في جنيف باحترام التظاهر السلمي. ما يحدث باعث على الاسف، ولكن زياده على انه باعث على الاسف هو باعث على مزيد من التعبئه، مزيد من النضال الديمقراطي والسلمي من اجل المغرب يحترم الحريه، يحترم الكرامه الانسانيه، والمغرب ينتصر للعداله الاجتماعيه وينتصر للاصوات المتعدده اللي فيه، المغرب اللي يسير بطاقات بناته وابنائه بعيدا عن من يحاولون اسكات اصوات المعطلين او الطلبه او المناضلين في صفوف الحركه الديمقراطيه بشكل عام. شكرا استاذ رشاد، شكرا.